رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. الرعب أنواع وأنا بفضل أقوى نوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده جاي اكلمكم عن برنامج رامز نيفر اند، البرنامج اللي الكل منتظره، وكمان كل سنة بيحصل مقالب من رامز جلال ومحدش عارف رامز جلال بيعمل ايه. رامز جلال في كل مرة بيقدم لنا برنامج بقفشات جديدة وضيوف جداد، ولكن النهارده جايب لكم بقى تفاصيل اكتر واكتر، وجايب لكم اسماء اللي هتيجي في الحلقات على مدار الشهر الكامل. في البدايه بقى كده واحنا في اول الفيديو، ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل جديد، وتصلي على النبي الحبيب. وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. سنة بيقدم لنا من البرنامج بتاعه برنامج المقالب، واللي بيعمل مقالب في الممثلين. وطبعا ناس كتير بتقول ان هو بيبقى تمثيل، وناس كتير بتقول ان هو بيبقى في ناس متفاجئه فعلا. ولكن احنا جايين النهارده نقول لكم عن ضيوف جامده جدا جامده جدا في الحلقات القادمه لبرنامج رامز نيفر اند. وده بقى من البرامج اللي الناس كلها بتنتظرها وبتسأل عليه عشان خاطر الضيوف اللي بيجوها من كل مكان. شفنا فان دام، وشفنا نجوم من النجوم الكبيرة زي جاكي شان او دباتشان، يعني اسماء من الاسماء ديت موجودة في مع رامز جلال. هقول لكم بقى عن فكره البرنامج، وده اللي قدرت ان انا اشوفه من خلال البرومو اللي اتعرض، ان هو البرنامج مرتفعات، حاجه في العاب الملاهي كده. الحاجه ديت بيرتفع لعبه بتطلع لفوق ثم بتسقط مره واحده وبيحصل صريخ، ورامز بيكون لابس شكل عفريته او يكون لابس مخيف، وكعادته بيعمل مقالب في الناس. عايز اقول لكم بقى ان التصوير بتاع البرنامج دوت كان في سنغافوره، وتصوير البرنامج ده يعني تم طبعا الاتفاق مع اكتر من ممثل. عايز اقول لكم ان اول واحد ممكن يكون معانا في البرنامج ده في شهر رمضان الكريم الحكم ابراهيم نور الدين. كلنا عارفين طبعا الحكم ابراهيم نور الدين، وطبعا كلنا عارفين المطرب العربي محمد عبده، وايضا نسرين امين، ولاعب الاهلي، واللاعب طبعا الموهوب احمد عبد القادر، ثم الكهروب بقى والفرط العالي محمود كهربا، والجميله بقى ودي اللي هيبقى عليها جدل كبير، واللي الناس كتير هتتفرج على الحلقه دي مخصوص عشان خاطر تشوف ياسمين عز بقى على حقيقتها، وتشوف كمان ياسمين عز في المقالب هتبقى عامله ازاي. والمفاجاه الكبيره بقى واللي هنا بقى بتبقى دي الحلقه التاريخيه لرامز جلال منذ بدءه للبرنامج، وهي طبعا الحلقه مع كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، واللاعب الاعلامي، واحد افضل لاعب في العالم يعني او مدار التاريخ كله كريستيانو رونالدو. طبعا نقيب الاعلاميين او نقيب الفنانين مصطفى كامل هيكون موجود، وايضا المطرب ويجز، والمطرب عفروتو، وصبا مبارك، ومحمد فراج، وايضا زي ما قلت لكم ان ياسمين صبري هتكون موجوده، ونادين نجيم، وعويس، واحمد سعد، وليلى احمد زاهر، واحمد عيد لاعب طبعا نادي الزمالك السابق، ولاعب نادي الاهلي والفوتشر الحالي سعد سمير، والفنان الجميل بيومي فؤاد، واشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب وفريق باريس سان جيرمان، ومحمد هنيدي الحس الفكاهي بقى والحاجه الجميله برضو محمد هنيدي، ومربوحه اللي ربحت في رمضان اللي فات حب الجمهور رحمه احمد، وريهام عبد الغفور الجميله، ونسرين طافش، ومحمد سلامه، وعبد الرحمن توته، وحمدي المرغني ابو دم خفيف، والفنان حمو بيكا، وكريم فهمي، واسماء ابو اليزيد، وحسن شاكوش. دول الاسماء اللي هيكونوا موجودين خلال شهر رمضان الكريم في برنامج رامز نيفر اند. تابعونا ان شاء الله، وانا كل يوم هنزل لكم حلقه من حلقات رامز جلال. كل سنه وانتم طيبين، عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. شهر